والله انه كريستيانو رونالدو ما هو طبيعي ابدا وعنده تاثير جدا قوي. كل الناس كان ما عندها سيره الا كاس العالم، لانه كاس العالم صار كثير قريب. كريستيانو قدر بتصريح جدا بسيط ما بتعدى الدقيقه انه يصير الترند رقم واحد ويخلي الناس كلها تحكي فيه وتنسى موضوع كاس العالم اساسا. طبعا في شويه ناس صاروا ينتقدوا كلام كريستيانو رونالدو، انا ما حابب اذكر اسماء حتى ما يزعلوا جماعه عبسي. صاروا يحكوا انه كريستيانو رونالدو شخص متكبر ومغرور. طيب يا سيدي لنفرض انه كلامك صح، طيب ابراهيموفيتش كمان شخص متكبر ومغرور، دي ماريا كمان نفس الشيء، ولوكاكو كمان نفس الشيء. يعني معقول كلهم متفقين وكلهم عم يكذبوا؟ هاي تصريحات بعض اللاعبين لما كانوا عم يلعبوا مع مانشستر يونايتد، وهذا الشيء بياكد انه كريستيانو عنده حق بكل شيء كان عم يعمله. بنزلكم من الشعر بيت كل اللي شفناه كان عباره عن برومو بس من مقابله مدتها ساعه او ساعه ونص، رح تنعرض يوم الثلاثاء او يوم الاربعاء، وشكله كريستيانو ما رح يرحم حدا ورح يحكي عن الكل. وبالاخير حابب احكي انه اللي بينتقد كريستيانو بيقول عنه لاعب فاشل، هذا شخص ما بيفهم بكره القدم، وبتلاقيه امبارح او قبل امبارح بلش يحضر مباريات بس. كريستيانو عمك ولك